في وجود الحضارة المصرية اخلع النعل واخفض الطرف واخشع، لا تحاول من آية الدهر غضا، شاب من حولها الزمان وشابت، وشباب الفنون ما زال غضا. أنا المحتفي بتاريخ مصر، من يصن مجد قومه صان عرضا. حضارة يتداعى الخيال ويسقط بلا حراك تحت أقدامها. حضارة قالت عنها كاترين شوبرت عمدة برلين: كيف سيكون شكل العالم لو لم تكن الحضارة المصرية القديمة. قال عنها الغرب: نحن في حاجة إلى قرنين من الزمان حتى نصل إلى هذا المستوى الرفيع من الحضارة الإنسانية. قال عنها أفلاطون: ما من علم لدينا إلا وأخذناه من مصر. وقال: علموا أولادكم الموسيقى المصرية، علموهم كيف يتذوقوا الفنون، ثم بعد ذلك أغلقوا السجون. قال عنها سولون الذي تعلم القانون في مصر وأخذه إلى أثينا، ربط على كتف أحد الكهنة في مصر وقال لي: أنتم أيها اليونانون أطفال بالنسبة لنا. حضارة أصابت العالم بالإيجيبتومونيا، وهو علم الإعجاب الشديد بالحضارة المصرية حتى الهوس، وهذه الظاهرة منتشرة في ألمانيا. حتى هتلر نفسه الذي أحرق اليهود، هتلر بجبروته وقع في غرام رأس نفرتيتي من أول نظرة وقال: أعلن الحرب على مصر ولا تسترد رأس نفرتيتي، وذلك عندما طالبت مصر باستعادة رأس الملكة نفرتيتي لأنها سرقت إلى ألمانيا. حضارة يوجد علم باسمها يدرس في جميع جامعات العالم، وهو علم المصريات إيجيبتولوجي، ولا يوجد علم الأمريكانولوجي أو الفرنسولوجي، فقط الإيجيبتولوجي. فنحن في غيبوبة حضارية، فالعالم أجمع مبهور بحضارتنا، ولكن أحفاد هذه الحضارة لا يلقون القدر المناسب من الاهتمام بها، رغم أن جذور الإنسان هي التي تدعم كيانه وتحافظ على تماسكه واستقراره. فأهم جزء في الشجرة هو الجذور، فهي التي تغذي الثمار. إذا اقتلعت الجذور ماتت الشجرة وماتت ثمارها. هكذا أنت لابد من معرفة تاريخك، لابد من تغذية جذورك. فأمة بلا تاريخ هي أمة بلا مستقبل. عندما سألوا فرانسيس بيكو كيف تتقدم أوروبا، قال: أن يكون لها تاريخ. قالوا: أوروبا ليس لها تاريخ. قال: فلتأخذ التاريخ اليوناني الروماني الذي هو مأخوذ من التاريخ المصري. فالشعوب التي لا تعرف تاريخها هي شعوب مهزومة، لا تعرف قدرها ولا مكانتها ولا مكان بلادها. فالتاريخ ليس أريكة للاسترخاء على الماضي، وإنما هو منصة انطلاق نحو المستقبل. التاريخ يعلمنا انتصارات الماضي ونتجنب انتكاساته. فالأمة التي تنسى تاريخها فهي أمة مذبوحة، فالخراف لو قرأت تاريخها لذبحت قبل أن تذبح في عيد الأضحى. لذلك لابد من إضاءة المساحات المظلمة على تاريخنا الذي يعلمه الغرب ونحن نجهله. لذلك فأنا أرى أن المتحف المصري الكبير هو المأذون الذي يزوج الحبيب على محبوبته. الحبيب هو الشعب المصري، والمحبوبة هي الحضارة المصرية. فهو روح الحداثة وعبق التاريخ، هو النموذج المشرف الذي يليق بعظمة هذه الحضارة العظيمة، بل هو الهرم الرابع الذي يعيد كتابة التاريخ من جديد مرة ثانية. هو يد الحاضر الذي تمتد لتصافح الماضي وتتصالح عليه. هو أضخم متحف أثري على وجه الأرض، 117 فدان، أي 500 ألف متر مربع، بتكلفة تخطت $1,000,000. تتلألأ تحت سمائه أكثر من 100 ألف قطعة أثرية، حيث تدخل من بوابته هرمية الشكل يستقبلك عظيم العظماء رمسيس الثاني، شامخا بطول 11 متر وبوزن 88 طن، شاهدا على عظمة هذه الحضارة وبراعتها في فن النحت والتصوير. وتجد 12 صالة عرض تأخذك في رحلة عبر الزمن، كل ممر وكل جدار وكل حجر شاهدا على براعة حضارة عمرها أكثر من 5000 عام. وستجد هناك الأسطورة الحقيقي الملك توت عنخ آمون ومجموعته الأسطورية التي تتعدى 5000 قطعة أثرية، والتي تعرض لأول مرة منذ اكتشاف مقبرته عام 1922، بداية من العرش الذهبي والعربة الحربية والقناع الذهبي المصنوع من الذهب الخالص. وهذه أهم شخصية يجب أن نتصالح معها، لأن جينات المصريين جميعا ينتمون إلى الملك توت عنخ آمون، وهذا ما سنتحدث عنه في حلقة المصريين فينا جميعا. وستجد أيضا أكبر مركز ترميم في الشرق الأوسط، يحتوي على 20 معملا يستخدم التقنيات الحديثة من الإشعة والليزر لحماية هذه الآثار التي بقيت شامخة في وجه الزمن والرياح، لتنطق بالمجد، لتكون شاهدة على براعة هذا الشعب. وينتهي بك المتحف إلى رؤية أهرامات الجيزة تلوح لك من خلف زجاج هذا المتحف، وكأن الحاضر يمد يده ليصافح الماضي. ولكن إلى كم متحف نحتاج حتى تحتوي آثارنا المنهوبة؟ فمصر آثارها في الخارج منهوبة، حيث يوجد 2 مليون قطعة أثرية تتزين بها متاحف العالم في جميع دول أوروبا، حتى المسلات تتزين بها ميادين العواصم الأوروبية. وهذا ما سنتحدث عنه في حلقة آثار مصر المنهوبة.
فحضاراتنا مشيت بمنارها في الأرض روما، وقبست من أنوارها أثينا. تعالى الله كان السحر فيهم، أليسوا للحجارة منطقين؟ وسر العبقرية حين تسري تبهرك العلوم والفنون.